تعالوا نعمل اجمل واسهل طارة ممكن تعملوها لرمضان. اول حاجة هحتاج كرتون، فتحت البرجل على 15 سنتي يعمل لي دايرة 30 سنتي، وكان عندي ستيكر الخيامية ده قصيته باكبر من الدايرة وابتديت الزقه على الدايره بالطريقه اللي واضحه دي. ولو الستيكر مش متوفر ممكن نستبدله باي قماش خياميه. ابتديت اقص الستيكر الزياده زي ما واضح كده علشان اعرف اتنيه كويس على الدايره وتبقى حروف الدايره معايا مظبوطه ما فيهاش اي تعريجات. الخطوه دي مهمه جدا ان احنا نقص الستيكر اكبر من مقاس الدايره علشان نداري حروف الكرتون وتدي معانا فينش حلو وشكل كويس. وكمان بعدها تقدروا تغلفوا الظهر زي ما تحبوا. وده كده شكلها بعد ما خلصت تغليفها، حقيقي هي تحفه من غير اي حاجه. بعد كده جبت دايره من الفوم، فتحت البرجل على 13 او 12 سنتي وقصيتها. هبتدي بقى اثبتها في نص الدايره اللي احنا عملناها بالشمع زي ما واضح كده. ممكن كمان تختاروا اي لون تاني زي الاحمر او الاخضر او الازرق او الاصفر، بس انا حبيت الابيض، ادى شكل جميل وكمان هيبقى متناسق مع بقيه الشغل اللي هنعمله. وكده بعد ما ثبت دايره الفوم كويس هنبتدي بقى نحط فيها الشغل. جبت قطعه من الفوم الجليتر وده باترون للكلمه اللي انا عايزه احطها على الطاره. ابتديت اطبعها بعكس الورقه كده بالطريقه الواضحه دي وقصتها. انا هنا عملت كلمه اهو جه يا ولاد من الاغنيه الشهيره اللي احنا بنحبها لرمضان. تقدروا تحطوا اي كلمه انتوا تحبوها زي رمضان كريم او اي جمله تانية انتوا عايزينها. وقصيت كمان باترون للفانوس وحطيته جنب الجمله، اداني شكل اجمل. وابتديت بقى اثبتهم بالشمع زي ما واضح كده. واكيد هسيب لكم لينك الباترون في الديسكريبشن او هنزله على المنتدى على القناة. كمان انا حبيت ان كل كلمة من الجملة تبقى بلون مختلف من الوان الخيامية. طبعا تقدروا توحدوا اللون زي ما تحبوا او تخلوها بالوان الخيامية زي ما عملت. عايزاكم تقولولي في الكومنتس عايزين افكار ايه جديدة لرمضان علشان نعملها مع بعض. وده كده شكل الطارة بعد ما خلصت. حبيت اضيف تفصيلة كمان وهي اني قصيت شريط من الفوم الاسود وابتديت الزقه بدوران كده نص دايرة، اثبته كويس وقصيت كل الزيادات وعملت زيه واحد كمان. ودي اللي هتبقى افرع الخيامية اللي بتتعلق في شهر رمضان. دي فكرة جميلة جدا. قصيت مثلثات وابتديت اثبتها بالطريقة الواضحة دي. تقدروا تنوعوا في الوانها او توحدوها او ممكن تستغنوا عن الخطوه دي. الجمله اللي انا اخترتها في الطاره دي لاغنيه مصريه قديمه جدا. طبعا رمضان ما بيعديش غير لما نشغلها ونبتهج بيها. طبعا ممكن اللي بره مصر ما يكونوش عارفينها قوي، بس احنا رمضان ما بيعديش من غيرها. بدات اجيب الفرنشه البيضه اللي كلها كور دي علشان اثبتها على حروف الطاره بالطريقه الواضحه دي. ممكن تستبدلوها بالفرنشه الصفراء بتاعت رمضان. اكيد تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي، بس حقيقي الفرنشة ودت شكل الطارة في حتة تانية خالص. وعايزة اقول لكم كمان ان ممكن الطارة دي نعملها تبقى مشروع مربح جدا في رمضان. حقيقي جميلة جدا ومختلفة عن اللي في السوق. وده بقى كده شكلها بعد ما خلصتها. ناقص اجيب الشريطة اللي هعلقها منها. جبت جزء من شريط الستان وابتديت اثبته في بعض كده بالشمع وابتديت اثبته في الطارة بالطريقة الواضحة دي. ممكن كمان نستخدم قصاقيس الستيكر بدل ما نرميه في ان احنا نغلف ظهر الكرتون بالطريقة دي. لو عايزين نغلفه نديله فينش احسن او لو هنبيعه في الاسواق. ودي كده شكل الطارة بعد ما خلصت. حقيقي تحفة جدا وكمان سهلة وبسيطة ومخدتش معانا اي وقت خالص. مستنية اشوف رأيكم وتطبيقكم للفكرة.